امي قالت لي القرنبيط لا في البيض تحطيه ولا في الزيت تقليه ولا في صواني تعمليه. قلت لها هو في حل بعد كده؟ قالت لي ايوه، بالمعلقه وحضري. انا عارفه ان الطريقه مختلفه عليكم وكمان ما شفتهاش ولا جربتوها قبل كده، بس النهارده بقى انا هعمل لك القرنبيط بدون ما تحمري ولا حتى تحطيه في البيض، وكمان بدون ما تدخليه الفرن. يعني كده طريقه سهله وبسيطه، وهتاكلي اجمل واحلى قرنبيط ممكن تاكليه في حياتك. اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تبخلوش علينا باللايك. اول حاجه زي ما انتم شايفين انا معايا هنا ظهرت القرنبيط، فصصتها وبعدين جبت رتلين من الميه عليهم معلقتين 2 من الخل، وهنزل بقطع القرنبيط بقى واسيبهم كده منقوعين في الميه بالخل لمده 5 دقايق بس. معايا كمان عودين 2 من البصل الاخضر قطعتهم شرايح كده وهسيبهم برده على جنب. حبتين 2 من الجزر يكون حجمهم صغير، وهقطع شرايح الجزر بتاعتي بقى ليه يعني شرايح تكون رقيقه جدا، وهقول لكم ليه دلوقتي. حبه كمان من البطاطس تكون حبه يعني حجمها صغير، وهبدا بقى ان انا اقطعها كده مكعبات تكون حجمها معقول، يعني ولا كبيره ولا صغيره. في حله بقى وهنزل برتلين 2 من الميه وارفعهم على النار، واول ما الميه بتبدا ان هي تغلي معايا هضيف عليها معلقه واحده من الملح وكمان معلقه واحده من الحليب علشان تدينا طعم ممتاز جدا للقرنبيط بتاعنا. هنزل بقطع القرنبيط اللي معايا وعليها هضيف قطع البطاطس اللي انا مقطعاها وكمان قطع الجزر. عشان كده كنت بقول لكم خلي الجزر الشرايح بتاعته رقيقه، لان هو اخر حاجه بتستوي معانا. محتاجه ان انا اسوي الحاجات دي سوا كامل، مش نص تسويه، لا لازم كله يكون مستوي كامل. هطلعهم بقى على مصفى عشان يصفوا اي سوائل موجوده فيهم، وبعدين هبدا ان انا اجيب كبه الخضار وافرم فيها البصل الاخضر اللي كان معانا لغايه ما يجي معايا ناعم. بعد ما يجي معايا ناعم هبدا انزل بقى بقطع القرنبيط مع البطاطس والجزر وهفرمهم فرمه تكون ناعمه جدا. طبعا لو عندك كبه كبيره هتاخدي بقى كل الاجزاء مع بعضها، يعني كل كميه القرنبيط مع الجزر والبطاطس مع بعضها. انا هنا استخدمت كبه الخضار العاديه بتاعتي واخدتهم كده على اجزاء، وبعدين في الاخر قلبتهم مع بعض. وبعدين معايا هنا مكعب من مرقه الدجاج ومعلقه من الكمون ومعلقه من الكزبره وكمان معلقه من الثوم المفروم، ويعني قلبت كل الحاجات دي مع بعضها. وبعدين ضفت كده معلقتين 2 من النشا، وكل ما بضيف مكون بدي تقليبه كده عشان كل المكونات تمتزج مع بعضها. بعد كده معايا هنا كوبايه من الدقيق، بس هضيف الدقيق بقى كده يعني معلقه معلقه بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. واول ما الدقيق يختفي معانا ببدا ان انا اضيف باقي الكميه لغايه ما بقى هوصل يعني شايفين القوام يكون معاكي بالشكل ده كده، يعني تعرفي ان انت تشكليه. بعد كده بقى لقيت نفسي ان العجينه بتاعتي لسه بقى ما بقتش متماسكه شويه، فضفت عليه كده معلقتين كمان، يبقى الكميه دي اخدت معايا كوبايه ومعلقتين من الدقيق. وبعدين هبدا ان انا اغطي عليهم واسيبهم كده يفتحوا لمده 5 دقايق بس. في الوقت بقى كنت جبت طاسه وعلى عين البوتاجاز ونزلت بمعلقتين 2 من الزيت زي ما انتم شايفين. انا مش محتاجه كميه زيت كتير، وهبدا بقى ان انا اشكل القرنبيط بتاعي. انا حبيت بقى ان انا اشكله على هيئه كده زي ما انتم شايفين البانيه، تمام، او بانيه الشركات. بس كده اول ما بياخد معايا لون، طبعا انا مخليه النار بتاعتي تكون هاديه، اول ما بياخد معايا لون اصفر يعني ذهبي كده ببدا ان انا اخرجه. كمان افضل طريقه كمان والطريقه الحلوه والسهله اللي تسهل عليكي ان انت تنزليه بالمعلقه وتبداي ان انت تسويه بالمعلقه زي ما انتم شايفين. واول ما ياخد معايا لون من الوجه ده بقلبه على الوجه التاني، والله اكبر كده مفيش جمال بعد كده. تعالوا بينا نقدمه بقى. يعني معلقتين الزيت اللي احنا ضفناهم في الطاسه عملوا معايا كل كميه القرنبيط دي وفي وقت بسيط. يعني مفيش اسهل ولا اجمل ولا احسن ومن اطعم القرنبيط اللي ممكن تاكليه في حياتك.